السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم ميني كيك بكريمه الليمون، يجي بزاف منعش وهايل وخفيف. من قبل كنت درت لكم بكريمه البرتقال عندها سنوات، وهذه المره حبيت نديرها لكم بكريمه الليمون. اول حاجه راح نوجدوها هي الجينواز تاعنا اللي نحتاجو فيها 3 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه، وكاس ناقص ربع تاع سكر مع رشه ملح، ونطلعوه مع بعض بالباتور حتى يولي لنا يعني اللون تاعو يولي كلاغ، يولي بهذا الشكل، يعني حتى وين يطلع لنا البيض. نجيبو كاس ناقص غير ربع تاع زيت ونضيفوه غير بالعقل، يعني ما نضيفوش دفعه واحده، نقسموه على 3 مرات ولا هكذاك. وفي نفس الوقت رانا نطلعوه بالباتور. كي يدخل كامل هذاك الزيت في هذاك البيض وكامل، نروح نجيب الحليب اللي هو كاس ناقص غير ربع، يعني نفس الكميه تاع السكر هي تاع الزيت وتاع الحليب. بنفس الطريقه نبقاو نضيفو غير بالعقل حتى نكملو الكميه تاعنا. نخلطو 1 دقيقه ولا 2 قسمه يتجانس الخليط، ونحطو الباتور على جهه كملنا به. نروح نجيب ملعقه صغيره تاع لافاني اللي تكون معمره مليح، ونزيد 2 مغارف كبار تاع عصير الليمون ومغرف صغيره تاع مبشور الليمون، نخلطوهم مع بعض بالفوي. ونجيبو الفرينه تاعنا اللي نحتاجو فيها 200 غرام تاع فرينه، وبالكاس تجيكم تقريبا كاس ونص. هذاك النص يكون ناقص اصبع، يعني ماشي لاحق حتى النص. هكذا حاولت نوريه لكم يعني بالضبط كيفاش يجي. كما قلت لكم يعني نص ناقص اصبع. نزيدو كيس خميرة حلويات ونخلطو مليح بالفوي حتى يتجانس الخليط، وهذا هو القوام اللي لازم تكون عليه. جبت سنيوات تاعي درت فيها بابي كويسون، فرغت الخليط تاعي نيط عليه مليح حتى يكون هكذا، يعني طبقة واحدة كيف كيف، ونحطوه يطيب في فرن اللي يكون مسخن مليح. وبالنسبة للنار خلوها متوسطة، ما تزيدولهاش بزاف وما تنقصولهاش بزاف. وقبل ما تدخلوها طيب بقاو تخبطوا فيها هكذا باش ينفتحوا هذوك الفقاعات. وهذا هو الشكل تاعها بعد ما طابت لنا. وبالنسبه للكريمه انا كنت وجدتها من قبل بليله، مي ما لقيتش الفيديوهات، ما على باليش وين راحوا. لقيت هكذا واحد 2 مقاطع برك وصغار. مي معليش راح نقول لكم طريقه غير هكذا باسكو سهله بزاف. نجيبو 2 كيسان تاع عصير الليمون، نزيدو لهم 2 مغارف كبار تاع مايزينا و5 مغارف كبار تاع سكر حتى 7، يعني على حساب الحموضه اللي تحبوها ولا الحلاوه اللي تحبوها. انا نحب شويه حموضه زايده، على هذا درت 5 مغارف. نتوما تقدروا توصلوا حتى 8 مغارف، شوفوا على حساب الحموضه. كما قلت لكم تخلطوا كلش بارد في بارد وديروه على النار حتى يثقل، يعني كي يولي يدير في هذوك الفقاعات خلاص طفوا عليه وزيدوا له مغرف صغيره تاع مارغرين، خلطوه مليح، حطوه في غيسيبيون، غطوه بسيلوفان ولا ساشي يكون اون كونتاكت مع هذيك لاكريم باش ما ديرلناش هذيك الطبقه اللي تنشف من الفوق. ونحطوها في الثلاجة تبرد. بعد ما تبرد نروح نوجدو نص كاس تاع شونتيي مع نص كاس تاع ما، ونخلطوهم، يعني نطلعوا هذيك لا شونتيي تاعنا، ونروح نجيبو الكريمه نطلعوها شويه بالباتور ونزيدو عليها هذيك لا كريم شونتيي، ورايحه تجينا كريمه بزاف خفيفه وبنينه. وهنا كما كنتو تشوفوا كنت نقطع في لاجينواز تاعي، وبالنسبه لهذوك الحواف نحيهم كامل ونفتتهم ونعاود نرجعهم للفوق يحمروا ويحكموا روحهم شويه، باسكو جينواز تجي بزاف خفيفه، ومع كي تفتوها رايحه تولي لكم كامل بيضه. ثم باش تعطيني هذاك الشكل الشباب نعاود نرجعها للفوق ونحمرها. وهذه الكريمه اللي كما قلت لكم من قبل وجدتها من قبل بليله. شوفوا كيفاش تثقل وتولي حكمه روحها، ماشي كيما كي تصنعوها جديده. هكذا لو كان تخلوها تبات ولا ترتاح 1 ساعة ولا تولي أحسن وتساعدكم في الخدمة. وهذوك الحواف اللي كنا فتتناهم وحمصناهم، شفتوا اللون تاعهم كيفاش يولي. هنا جبت الجينواز تاعي اللي كنت قطعتها ورايحة نشربها بالسيترون. أنا هنا صراحة سيترون خففتو بشوية تاع ما برك، ما زدتلو ما سكرتو ما والو. وهذا يعتمد عليكم انتوما، اسكو تحبوا الحموضه بزاف ولا تحبوها معتدله ولا حلوه، ثم نتوما تقرروا. وهنا جبت لاكريم تاعي اللي درتها بوشادوي، وشوفوا يعني الصوره راهي تحكي، ما كاش كيفاش نشرحها هنا، نديروها بهذا الشكل. حاولت ندير 2 طبقات هكذا باش تجينا شويه طالعه ما تجيش هابطه بزاف. كملتهم كامل بنفس الشكل، شوفوا كامل درت لهم هكذا 2 طبقات باش يجوا احسن.
جبت هنا هذوك الحواف اللي كنا فتتناهم وحمصناهم، نرشهم عليهم هكذا حاجة خفيفة وندير في الحواف حتى تتغطى لي الكريمة كامل. هاد الوصفة تجي بزاف خفيفة وبنينة، وكامل اللي يحبوا الحوامض رايحة تعجبهم. ننصحكم تجربوها، وإذا جربتوها ما تنساوش تبحثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام غوسات اليوم. هذه هي، نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله.